مساء الخير، معكم احمد شحاته من كارثة تعلم رقمي. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا في ويندوز 10. كتير قوي قابلتنا المشكله دي، وهي نقطه الابديت. طبعا عشان تقدر تعمل ابديت للنسخه ده يعني بيستهلك من عندك مساحه من بارتيشن السي. فعشان نقدر نحل المشكله دي لازم يا اما نوقف التحديثات نفسها او نكبر ملف السي او بارتيشن السي علشان نقدر نلغي نقطة التحديثات. هو طبعا في ويندوز 10 مختلفة عن ويندوز 8 وويندوز 7. هنيجي هنا عندنا هنضغط على البوتون الخاص بالسيرش زي ما احنا شايفين. هنكتب كلمة رن، وبعد كده هنكتب service.nsc، نضغط اوكي. هنستنى لحظات، هيظهر لنا صفحة جديدة بعنوان سيرفيس. هندور هنا على كلمة ويندوز ابديت. طبعا هو الترتيب بالحروف الابجدي، في حرف الدبليو هندور على كلمة ويندوز ابديت. اهي دي كلمة ويندوز ابديت. انا عندي الحالة هنا disabled، دي الحالة disabled. طبعا لو انت حابب توقف هو هتكون الحالة اوتوماتيك او مانيوال. طبعا اوتوماتيك ان هو يعمل التحديث اوتوماتيك، مانيوال ان هو بيطلب منك ان في تحديثات انت بتقول له ماشي اوكي انا محتاج التحديث ده. طبعا انا عاملها ديسيبل. في طبعا مننا بعض المشاكل بتظهر لما بنيجي بالاخص ويندوز 10، ان احنا لما بنيجي ننزل ابلكيشن فبيقول لك لا مش هينفع تنزل الابلكيشن بسبب ان في ابلكيشن تاني بينزل بيكون بيتعمل له انستول. علشان نحل طبعا هو الابلكيشن اللي بتعمل له انستول هي دي البرامج الخاصه بالتحديثات. فطبعا لو هو عندك المشكله دي هتلاقي هنا ظهر ان بروجريس. فعلشان نقدر نلغي النقطه دي خالص طبعا بيكون هي على سبيل المثال هي اوتوماتيك، احنا هنيجي نختارها ديسيبلد وندوس ابلاي وندوس اوكي. كده انت وقفت التحديثات نهائي. لو حابين نراجع التحديثات مره اخرى هنعمل نفس الخطوات، وبدل ما تكون ديسيبلد هنخليها اوتوماتيك، وبكده هتقدر تخلي التحديثات شغاله عندك بصوره سليمه.